وأيهو اللي حقق الهدف ونصر للعراق. شكرا. أيضا إلى رعد حمودي تهنئة. هاي كان السؤال من بشرى رشيد، ورعد حمود تهنئة من مصطفى قاسم، وإلى باسل قورقيس. سؤال لحسين سعيد يقول انفراده بحارس المرمى ومسك الكرة الحارس مسك الكرة من كامل عبد الله. بالطبع كانت عدم تحكم بسيطرة الكرة، دفعت الكرة أكثر مما إلى أبعد مسافة أكثر، نتيجة الباص الكرة كانت قوية لذلك دفعتها أكثر، وصارت مشتركة بيني وبين حارس المرمى. لا بس أنا أقول للمشاهدين إيش قال لي حسين ورا المباراة. أنا قلت له حسين ليش هيك صارت؟ قال لي والله أستاذ ما ردنا نسويها 5-6 تالي عيب يعني إحنا الآن سوريين يعني. أيضا سؤال إلى خليل علاوي من محسن عبد بغداد الجديدة، يقول شعوره بتسجيل الهدف الثالث. شعور أي مقاتل يحقق نصر البلد. بارك الله فيك. مشاهدة الهدف الثالث من جميل مراد. طبعا يعمل الأخ فيصل والأخ حليم إذا ممكن يعني موجود يقدرون يطلعوا خلال ما احنا إلى احتمالات فوز أستاذ هم سؤال يعني احنا اليوم. يقول توقعات الأستاذ عدي في المكسيك أستاذ. يعني مثل ما قبل قليل أشرت احنا توقعاتنا إن شاء الله نصل إلى دور ال 12، وما راح نقصر جهد في أن نوفر كافة مستلزمات النجاح وبشكل ممتاز إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أستاذ. هذا السؤال كان من حسن أموري أيضا نجم. شعور حسين سعيد وهو يسجل الهدف الأول. حسن عبد الخضير. قوية جدا في المرمى، قوية جدا. سجل الهدف الثالث في دقيقة 36. نعم. ولم يسجل الإصابة، وكانت فرحة عامرة تغمرني وأنا أسجل الإصابة الأولى، وهو تتويج جهود زملائي في الملعب، وتمكنا أن ندخل البهجة والفرح إلى نفوس أبناء شعبنا، وسجلنا الهدف. إن الشوط الأول نزلنا يعني مرتاحين بأنهم متصدرين بهدف واحد. أعزائي المشاهدين، أكو ناحية مهمة بالنسبة لكرة القدم. يمكن الفريق من تجي 5-6 فرص خاصة في يعني في 29 دقيقة الأولى وما يسجل منها إصابة، كان احتمال أنه يعني أي هجمة ممكن أنه تسبب لنا فد إشكال تصير هدف علينا. لذلك يعني الهدف اللي سجل في دقيقة 29 كان بمثابة يعني فد شعور بالاطمئنان من قبل الفريق العراقي. طبعا سؤالي لعدنان درجال، يعني المشاهدين لازم يعرفون انه عدنان درجال من احسن مدافعي منتخبنا الوطني والى باع كبير طبعا، وهو اللاعب المصاب اللي استطاع في فترة قليلة انه يعود الى الملاعب، واحنا نثمن جهوده في الملعب. يقول من قوات سعد في شرق البصره المقاتل طه محمد، يقول تهنئه لعدنان درجال وشعوره حول ضربه الجزاء. طبعا كنت غير سعيد تماما بس انا اقول هي ما متعمده، يعني هذا التقدير يا عدنان. هو صحيح ان ضربه جزاء صارت غير اراديه غير متعمده، لكن في بدايه كان هم يعني خطا من عندي. لكن هذا الخطا ما راح يوقف حائل امام تقدمي في وظهوري بمستوى جيد في مباراه مقبله، بالعكس راح يكون فد حافز كل كبير انه يخليني اقدم مباريات جميله جدا يستمتع بها الجمهور. بارك الله فيك عدنان، هذا متوقع منك، يعني احنا ما ننسى لعبك وما ننسى اهدافك. ايضا سؤال الى احمد راضي، يقول شعوره وهو يلعب في ساحه القتال. يعني نترجمها يعني نفس الشيء. نعم. ساحه القتال وساحه الملعب هي واحده. نعم. هو يقصد الملعب يعني انت. اي الملعب يعني شيء مثل الجندي اللي شايل سلاحه. نعم. في الجبهه، فاحنا يعني كنا ندافع على اسم العراق باغدادنا. طبعا هذا السؤال من نعيمه من مستشفى النعمان، وتهنئه بالفوز. شكرا. عندنا استاذ عدي يعني العفو، بس يقول يعني راي الاستاذ عدي بضربه الجزاء مع عدنان درجال، يعني اعتقد يعني هي دائما تصير في اي لعبه قسم من الاحتكاك وقسم من الهفوات اللي ما يكون صاحب الخطأ بها هو اللاعب اساسا. فلو نشوف الضربه اساسا بدايتها نشوف انه الكره اصطدمت بالجسد اللاعب السوري، وبعد ذلك تطمت بها على الكتف لعدنان درجال، و يعني هذا الشيء يجب أن ما ننسى أنه عدنان هو صخرة الدفاع مالتنا، فتصير هذه، لكن الحمد لله أنه قضت على فوز. والحمد لله جاء هدف السوري من ضربة جزاء مو من جول، يعني هذا هم شوية تفيد افادتنا. شكرا استاذ.
أيضا سؤال إلى رعد حمودي، يقولون يعني هو مشهور بضربات الجزاء، يعني بصد ضربات الجزاء. والله أستاذ يعني هي الحارس يحاول، ومحاولته مرات تكون ناجحة ومرات تكون فاشلة. وأنا كنت أتوقع تكون في الزاوية اليسرى، لكن هي كانت الزاوية اليمنى، فكان توقع خطأ. بس رعد أنت ما شاهدت أي صعوبة في هذه المباراة بتقديري يعني؟ لا بالحقيقة يعني ما كان اكو هجوم ضاغط علينا، لأنه الفريق العراقي جميع لاعبين كانوا يلعبون مستوى جيد. نعم. وخصوصا انه الدفاع، خاصة خط الدفاع كانوا في مستوى جيد رائع. الواقع يعني هي ضربة الأولى قبل ما نسجل الهدف كانت خطرة فقط هذه الخطرة. علي حسين شعوره وهو يعني من نجوم المباراة. والله اعتبر مستواي واعتبر نفسي كنجم المباراة، هو ما يمليها ويترجم الفريق العراقي من لعب. تعتبر هذه المباراة قمة الأداء بالمستوى الرفيع اللي قدمه لكي يجدد الصورة الحقيقية للفريق العراقي واللاعب العراقي. شكرا عليك. سؤال إلى المدرب فييرا أو أدو عن ضربات الحرة غير المباشرة اللي نجح في تنفيذها الفريق العراقي. Bom, todas as faltas que os jogadores executaram nos jogos, todas elas foram planejadas e foram orientadas pelo nosso treinador. Por isso que deu resultado. وأنا شفت التدريب يعني صدق كانوا يدربون أكثر من 40 مرة باليوم عليها كل مرة. Exato, eu acho que a sequência do treinamento é que faz com que o jogador acerte com mais frequência o gol. E eles têm sido bastante aplicados nessa maneira de trabalhar. شكرا. أيضا أكو سؤال يعني موجه إلي، يقول هل يفقد المعلق السيطرة عند التعليق فوزي قضية المسيب وشعور مؤيد بالفوز؟ طبعا الشعور مال الفوز مو هو شعور سهل، يعني هذا الفوز اللي حققه اللاعبين بعرقهم وبتعبهم ولفترة أكثر من عام دامت وهم يلعبون 10 مباريات خارج أرض الوطن. شعور لا يمكن أن يوصف. المعلق يفقد السيطرة، يعني شيء للمشاهدين، المعلق يستمد قوة من اللاعبين متى ما كانت اللعبة قوية واللاعبين يؤدون المباراة برجولة وبقوة وبفن، المعلق يعني ينسجم معهم وينسى كل شيء. أما إذا كان العكس فالمعلق مو يعني يقدر هي مو جول يقول جول أو مو ضربة حلوة يقول حلوة، فلذلك يعني الانسجام يكون من الطرفين. أيضا الأخ خالد محمد من الأعظمية يقول ممكن أنه الأهداف اللي سجلها الفريق العراقي في مرمى لبنان إذا كانت جاهزة بالنسبة للأخ حليم نطلع بعضها أو الأخ فيصل نطلع بعضها إلى أن نكمل الأسئلة. اعطينا نجم بالنسبة لها. أيضا ما هو رد فعل المنتخب السوري عند تسجيل الهدف الأخير من إيناس؟ طبعا الهدف الأخير قتل كل أمل في نفس السوريين، لأنهم من سجلوا يعني الهدف ضربة جزاء صاروا 2-1، أي تعادل يكون في صالح السوريين، لكن الحمد لله استطاع لاعبون أنه يسجلوا هدف ثالث، وبالتالي فقد السوريين كل أمل. هذه مشاهد للمشاهدين بالنسبة إلى الأهداف اللي سجلت في مرمى لبنان. كرة ملعوبة خطفها أحمد راضي حسين سعيد، يلعبها في النص، وصل مرة ثانية الفريق العراقي. علي حسين ناحية اليسار، جمال علي حارس المرمى، كرة الحقيقة عالية وعرضية، وحارس المرمى وأحمد راضي. شوف حسين سعيد شاط ربط في المدافع بتصلح لأحمد راضي، أحمد راضي بيحطها الهدف الثالث. شوف الإعادة، هذا حسين سعيد ويسجل هدف اللي طلع اسمه فواجد. شوف هذا واحد، شوف وهذا الثاني شوف، وبيشوط بصدق حارس المرمى وبيتابعها ناطق هاشم. احمد راضي الحقيقه، احمد راضي بيهيئها ناطق هاشم، كرة في مكان في الدقيقة
في الدقيقة. شوف هناك سؤال من مصطفى السامراء يقول ما رأي المدرب بوصوله إلى المكسيك؟ ناطق بيلعبها ناحية اليسار. Eu acho que nós temos muita chance e poderemos, se tivermos a mesma aplicação, passar a outra fase. نفس الأسلوب التمرين نفس الروحية العالية للاعبين العراقيين ممكن نوصل للمربع الفريق. Eu creio que o Iraque será surpresa na Copa do Mundo. العراق سيكون مفاجأة كأس العالم. E o apoio que nós temos tido do presidente Udey. الدعم اللي قدم لنا الأستاذ عدي دعم متواصل. E a aplicação dos jogadores. وأيضا اللاعبين المطبقين nos leva a crer nisso. أيضا سؤال من عبد الكريم عزت مع التهنئة يقول استيعاب الفريق العراقي للخطة البرازيلية وهو كان متعلم على الطريقة الإنجليزية. São jogadores tecnicamente bons, من ناحية تكنيكية لاعبين جيدين inteligentes, وأذكياء além de aplicados. وأيضا يطبقون. Nós nos sentimos orgulhosos احنا نشعر بالفخر والاعتزاز de trabalhar com jogadores tão aplicados quanto eles. Poderemos encontrar jogadores tão aplicados quanto eles. ممكن أن نجد لاعبين نفس روحيتهم Mais do que eles não vamos لكن ما ممكن أن نجد أفضل منهم. Por isso eu acho que o mérito de tudo cabe mais a eles. فالتهنئة الكبرى تقع على عاتق. Nós fomos apenas auxiliar disso. احنا كنا مساعدين لوصول الفوز. Esperamos repetir no México ونتمنى انه في المكسيك o mesmo sucesso يكون نفس النجاح. para dar de presente ao senhor presidente وايضا da يقدم República هدية للسيد الرئيس القائد e o senhor presidente Udey. والاستاذ عدي. شكرا جزيلا. ايضا من الاخ صادق جبار تهنئة للاستاذ عدي صدام حسين على وصول الفريق وتهنئة للفريق. سؤال يعني يقول ما شعور مؤيد عند تسجيل هدف سوريا انس بدر؟ يعني الواقع يعني الهدف احنا كنا دائما نريد نصير فرق هدفين لانه بكرة القدم احتمال تسجيل الهدف في اي لحظة، فاذا كون الهدف فرق واحد فالتعادل لصالح الفريق السوري. وانا يعني شخصيا يعني ما كنت اريد الفريق السوري يوصل لسبب بسيط انه يخذلنا في كأس العالم، وتالي يقولون يعني هذا مستوى الفرق العربية اللي غلب فرق يعني عريقة مثل العراق ومثل بعض اقطار الخليج، فهذا السبب الاساس. والحمد لله الفريق العراقي وصل، الفريق العراقي مهيأ ب ومستعد وفريق مؤهل لأن يلعب كرة حديثة وكرة جيدة. وهذا مو يعني هذا قال ميلي شيب يعني رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراقب المباراة، قال أنا سعيد بوصول العراق وأنتم تلعبون كرة يعني ما كنت أتوقعها، لأن أول مرة أشاهد الفريق العراقي يلعب بأرضه، يعني يلعب وأنا أشاهده حي، فأنا معجب وأنقل لكم التهنئة لوصولكم. فهذا فالشيء كبير وشهادة كبيرة أيضا بالنسبة إلى الفريق العراقي. تحياتي إلى الأستاذ عدي وإلى الفريق من الناصرية. أستاذ عدي أيضا من الأنبار عامر كاظم يقول أيضا ما هو شعور معلق حول الديك والدجاج؟ يمكن جريدة البعث الرياضي أستاذ نشرت هواية أشياء عليها أكثر من ما يعني هذا. طبعا احنا في البرنامج اللي بعد مباراتنا مع سوريا شرحنا الوضع وكيف الحالة النفسية، وانا اذكر شيء يعني اقوله للتاريخ، وكان كريم علاوي قريب مني لانه ما كان مشارك. من خلصت المباراة عندنا بفضل المعلق السوري جاء قال لي هام وين رايك؟ قلت له حتى احنا التعادل كنا مخططين له، لكن حتى لو نخسر 1-0 نكسبكم في الطائف 3. قال يعني شنو هالثقة؟ احنا الفريق احسن، انتم يعني ظروف المباراة، جو المباراة، الجو النفسي اللي عاش اللاعبين، ارضية هذا كلها ما ساعدت على انه الفريق العراقي يخرج بنتيجة، رغم انه سجلنا هدف وضربتين جزاء، وبالفعل اللاعبين العراقيين كانوا هم الاحسن. طبعا هاي ما جتي الا بجهود كبيرة يعني من الاستاذ عدي اللي وصل الفريق. اعزائي المشاهدين احنا بعد لنا دقيقتين لانتهاء المباراة، لانتهاء البرنامج. والله استاذ عدي هذا سؤال يعني خارج النطاق، بس يقول هل من الممكن تشكيل فريق نسبي ضمن نادي الرشيد، اما كرة قدم او كرة سلة او طائرة خلود عبد الله؟ يعني لازم من اكيد احنا يعني نؤمن يعني الاخوات مشاركات لانه اثبتوا كفاءة في قادسية صدام، فاهلا وسهلا بهم في اي نادي وفي اي منتخب. شكرا استاذ.
أيضا تهنئة للفريق والأستاذ عديم من مهند غانم، و فاهم كريم أيضا تهنئة. أيضا المواطن محمد مهدي تهنئة للاعبين وتهنئة جماهير رياضي كربلاء. الواقع أعزائي المشاهدين في ختام هذا اللقاء، لأن احنا باقي لنا دقيقة، أتقدم بالشكر الجزيل ثانية إلى الأستاذ عدي صدام حسين اللي حضر إلى البرنامج اللي احنا نقدمه حي، وإلى جهوده الكبيرة اللي قدمها إلى المنتخب الوطني العراقي وإلى اللاعبين لاعبي كرة القدم بشكل خاص وإلى الرياضيين كافة بشكل عام. وأيضا نشكر الكادر التدريبي اللي نفقد لانسيتا اللي هو مدرب اللياقة البدنية لأنه كان رائع في الواقع ومريض الآن. وأيضا شكرنا للدكتور فالح اللي بذل جهود كبيرة في سبيل معالجة اللاعبين وعدم إصابتهم، لأن الفريق نزل إلى الملعب وهو فريق متكامل فنيا وصحيا وإداريا، وهذا فالشيء يفخر به. ختاما أعزائي المشاهدين باسمكم جميعا نتقدم بشكر إلى منتخبنا الوطني وإلى ما حققه من إنجازات كبيرة، وإن شاء الله إلى لقاءات وانتصارات أخرى، وشكرا. كامل توجنا بهذا الفوز ووصلنا المكسيك لأول مرة. خليل محمد علاوي يضرب خليل محمد علاوي 40 الرمساوية. داخل منطقة الجزاء